هنتكلم النهاردة عن ممثل جوكر يقدر يعمل أي دور بإتقان وما تملش من الدور. ممكن يعمل دور شرير وممكن يعمل دور غلبان وممكن يعمل دور كوميدي، وفي كل الحالات هتصدق الدور ومش هتمل منه لأنه عنده موهبة جامدة جدا. حمزة العيلي، وهنعرف ليه حمزة العيلي ممثل مش طبيعي. وبس كده، صلي على النبي ويلا نبدأ. بنبدأ القصة بطفل اسمه محمد حمزة محمد حسن العيلي، واسمه المشهور بيه حمزة العيلي. بيتولد في السعودية وفي كل أجازة كان بيروح المنيا. لما بيكبر بيخش كلية تربية رياضية، بعد كده بيسيبها وبيخش كلية حقوق. وشارك في مسرحيات كتير في بداياته زي عنبر رقم واحد ومسرحية قهوة سادة وسفينة الوحشين. وبيشارك في أول عمل ليه على التلفزيون في سيت كوم من غير مقص، بعدها الإسكافي ملكة في 2010 أهل كايرو. بعدها بيشارك في فيلم إكس لارج. طبعا أي حد شاف إكس لارج لازم دور الحاج كرم يعلق معاه، وبيتعرف جدا حمزة العيلي بعد الدور ده. وبعدها بيشارك في 18 يوم، وفي 18 يوم بيعمل دور مختلف جدا عن دور الحاج كرم. بعدها بيشارك في كاريوكا، وبعده مسلسل شربات لوز مع يسرا. وبعدها بيشارك في رقم مجهول، وبعدها بيشارك في ارتجال في المخ وعلى جثتي. بس انا ما شفتش الفيلم ده الصراحه. في 2014 بيشارك في الجزيره الجزء الثاني، وبعد كده الاكسلانس. بعدها بيشارك في مسلسل ابن حلال بدون مسكر. وحرفيا حمزه العالي عمل الدور ده جامد جدا وباتقان. وطبعا مفيش اي حد يشوف المسلسل ده غير والدور مسكر يعلق معاه. وأنا على ما أظن لو كانوا جابوا أي ممثل يعمل دور مسكر في مسلسل ابن حلال ما كانش هيطلع بالعظمة اللي هو عملها دي. بيتعرف جدا حمزة العيلي بعد الدور ده. وبعد كده بيشارك في شطرنج واحد واتنين. بعدها بيشارك في مأمون وشركائه بدور معتز زيدان. وبعدها بيشارك في ليلة، وفي 2016 بيشارك في سبع أرواح. ولحد دلوقتي مفيش دور اتكرر لحمزة العيلي، كل فيلم أو عمل بيشارك فيه بيبقى بدور مختلف وبيضيف لمسيرته. بعدها طاقة نور ده الحربية، وظهر بدور شادي في خفة يد. وشارك في فيلم قصير اسمه بين الصيف والشتا مع النجمة مي عز الدين. وشارك في هذا هو الإسلام عمل كرتون. وبعدها قمر هادي. بعدها شارك في بدل الحدوتة تلاتة بدور دكتور هادي. بعدها بيشارك في ابن أصول. بعدها يوم وليلة، بس هنا ما كانش بيعمل أعمال من بطولته. بعدها بيشارك في شديد الخضورة مع أحمد العوضي. بالمناسبة لو حد عايز حلقة عن أحمد العوضي يكتب لي تحت في الكومنتات. بعدها بيشارك في نصيبي واسمتك. بعدها ضد الكسر، وبيشارك في شقة ستة. بعد كده بيشارك في وادي الجن اتنين. بعدها منعطف خطر. بعدها جزيرة غمام. وبعدها الباب الأخضر. في 2023 بيشارك في رسالة للإمام، وحرفيا أجمد دور بعد مسكر حمزة العلي يعمل. والدور ده كان جامد جدا وأبدع في دور الشرير وأتقن الشخصية بمعنى الكلمة. وخد جايزة بطل دور تاني في رسالة الإمام من كتر عظمة الدور ومن كتر ما هو أتقنه بجد. بالنسبة لي إن الموهبة اللي هو طلعها في رسالة الإمام دي لسه عنده كتير منها، وممكن يطلع في الأعمال الجاية كتير أوي. بعدها حمزة العريبي بيثبت نفسه جدا بعد الدور ده، وبيشارك بعدها في واحد من أفضل المسلسلات الكوميدية وهو الكبير أوي سبعة بدور الدكتور شرشبي. وده تخيل بعد رسالة الإمام والدور الشرير اللي هو عمله بأتقانه بجد، عمل دور كوميدي وموتك ضحك. طبعا مستحيل كنت تشوف المشهد ده غير وأنت ميت ضحك. ده يثبت لك موهبته بجد، وهو بيعرف يغير من الكاركتر بسرعة وبيدرس الشخصية وبيعيش جواها كمان. بعدها العودة بدور هاشم سليم الحارس. بعد كده بيشارك في الصندوق. في 2024 بيشارك في مطعم الحبايب بدور شرير برضه، بس كان دور مختلف جدًا عن رسالة الإمام. بعدها بيشارك في خالد نور والده نور خالد، ومحدش يقدر ينسى مشهد البشاميل. وبعده تيتا زوزة، وعمل دور حلو أوي ومختلف. بعدها بيشارك في المداحة 4 بدور الموت. كانوا عمل دور خرافي حرفيًا، أنا كل ما باشوف مشهده باترعب. ده يثبت لك قد إيه إن هو فعلًا بيعيش جوّه الشخصية. ممكن يضحكك جدًا وممكن يخلّيك تعيّط وممكن يخوّفك وممكن يعمل دور جامد جدًا، فهو بجد ممثل موهوب جدًا. بعد كده بيشارك في إلا الطلاق، وبيشارك في إكس مراتي بدور بلاطة. بعدها بيشارك في موسم حصرة القاقة. والصراحة أنا ما سمعتش عنه غير وأنا باعمل الحلقة دلوقتي وما أعرفش نجح والّا لأ، بس اللي متأكد منه إنه ما نجحش. وبيشارك كضيف شرف في كتالوج. بعدها بيشارك في كارثة طبيعية. حرفيًا حمزة العيلي بدور شوقي عمل دور خرافي وأبدع. وهو حرفيًا المسلسل بلاك كوميدي، الكوميدي كان على شوقي وسلام. الاتنين الكيميا ما بينهم حلوة جدًا، وممكن تضحكك في ثانية. المشهد ممكن يبقى حزين جدًا تلاقي شوقي يضحكك. وقبلها شارك في فهد البطل بدور نادر التمساح، ودور مختلف جدًا وكان جامد جدًا الصراحة الدور. وقبلها برضه شارك في النُص مع أحمد أمين بدور درويش، وكان دور جامد أوي. حمزة العيلي لمّا بيعمل دور كوميدي بيموتك ضحك حرفيًا. هو أصلًا مسلسل النُص ده جامد جدًا، وهيعملوا منه الجزء التاني في رمضان 2027. وبيظهر كضيف شرف في 80 باكو. وفي رمضان 2026 هيشارك في النُص 2 زي ما قُلت لك، وفي المداح الجزء السادس. ونيجي لسؤال الحلقة، ليه حمزة العيلي ممثل مش طبيعي؟ ونيجي لأول سبب عن ليه حمزة العيلي ممثل مش طبيعي. حرفيًا يا جدعان بيفسّر الشخصية كأنه هو اللي كاتبها، مش بيمثل الدور ده بيعيشه. طريقته في الوقفة، نبرة الصوت، طريقة البصّة، كل حاجة معمولة بإتقان يخلّيك تحس إنه اتنقل للشخصية بجد. وتاني سبب إنه بيغيّر الكاركتر بسرعة جدًا، يعني ممكن ييجي له عملين في نفس مثلًا الشهر يعمل لك كوميدي ودرامي،
يعمل الاتنين، الكوميدي يخلّيك تموت من الضحك، والدراما هيخلّيك تموت من العياط حرفيًا. فهو ممثل جامد جدًا، وأنا شايف لحد دلوقتي إن هو لسه ما طلّعش ربع موهبته حرفيًا، شايفه لحد دلوقتي مصدوم بجد. وبس كده، بس قبل ما تقفل الفيديو يا ريت كلنا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وتقول قل هو الله أحد 3 مرات. وبس كده، أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.